اليوم البطل ديال هذا الفيديو هو هذا الخصيم. بلا شك الفانز ديال الكيبوب عرفتوه ياك؟ عرفتوه؟ لا قولوا لي عرفتوه. هذا الخصيم هذا سميتو بانغ شان. هذا القائد ديال واحد الفرقه كوريه سميتها ستراي كيدز، بالعربيه اطفال الشوارع، او لا الاطفال المتشردون اللي بغيتو، يعني بالدارجه ولاد الزناقي، ولاد الزنقه، شي حاجه بحال هكا. واش في خباركم باللي السميه ديال هذا الشخص هذا اللي هي بانغ شان الا بدلنا ليها حرف واحد فقط، حرف واحد، غادي تولي عندنا كلمه اخرى اللي كتعني حاجه اخرى، واللي هي الا بدلنا حرف ايونغ ودرنا بلاصتو حرف نيون غادي تولي بان شان. بان شان، واللي هي الاطباق الجانبيه. وهاد الاطباق الجانبيه شنو هما واحد الاطباق اللي كيكونوا اغلب الوقت عباره عن مخللات كيتصنعوا من جميع انواع ديال الخضر، كياكلوهم الكوريين، وهما مهمين بزاف بزاف في اي طاوله واي مائده كوريه. بحالنا حنا مع الخبز واتاي، اذا ما كانوش راه كنعتبروا ما واكلينش. وبسبب هذا الاختلاف ديال الاحرف اللي يقدر يبدل لينا المعنى ديال الكلمه، ملي نكونوا نهضروا مع الكوريين خاصنا نعرفوا مزيان كيفاش كنطقوا شنو كنقولوا باش ما نطقوش نقولوا شي كلمه اللي تجبد لينا الصداع. مثلا الا جمعنا بانشان وبانشان في جمله واحده غادي نقولوا بانشان님을 بانشان을 먹고 있어요. يعني بانشان جالس كياكل في الاطباق الجانبيه، يعني كاين فرق في النطق. مثال اخر اللي هي كلمه سارام اللي كتعني شخص او انسان، وكلمه سارام اللي كتعني الحب او اللي كيسميوها حتى البنات في كوريا. يعني مثلا نجمعوهم في جمله وحده، 사랑 씨는 사람이다، يعني سارانغ هي انسان، يعني بنت سميتها سارانغ انسان. مثال اخر هي كلمه اورم اللي كتعني الثلج، ذكرناها في الفيديو اللي فات، وماشي الثلج اللي كيطيح من السماء وانما الثلج اللي كنديروه في المشروبات ديالنا. دونك كاينه حتى كلمه اورين. اورين هي شخص بالغ، دونك اورم اورين. حتى كلمه يوني اللي كتعني علاقه غراميه، ويونيه اللي كتعني مشهور او مشاهير، اوي اللي كتعني الخيار، وايي اللي كتعني طفل، وبا اللي كتقولها البنت لشي ولد كبر منها او لخوها الكبير، وابا اللي هي بابا. اخيرا انا متاكده كنتو كتسناو هاد الكلمه الناس اللي قارين اللغه الكوريه، شينبال اللي هو السباط، وكلمه اوبس انا ما قلت والو، هما اللي قالوا، كتسمعوها بزاف في نتفليكس ياك؟ دونك هذيك كتعني معيوره خايبه بزاف. يعني الا كنتي في كوريا وما بغيتيش تسالي بيك الامور في سجن الاحداث، عرف راسك شنو كتقول وعرف كيفاش تنطق الكلمه مزيان.